وصفتنا النهاردة كانت على الفراخ المشوية زي المحلات بالظبط. ايه رأيكم في الجمال ده؟ طريقة سهلة جدا وطعمها خطير. ولو وعجبكم الفيديو ده، لو ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد مني، واقول لكم يلا بينا نشوف الطريقة ونشاهد سوا الفيديو للآخر، ويلا بينا نقول بسم الله. صباح الخير، صباح الخير على أحلى متابعين. النهاردة هنعمل فراخ مشوية زي المحلات بتحط عليها ايه؟ مية بصل، طماطم او بشر طماطم وملح وفلفل اسود بس. انا هزود ايه بقى؟ مش هزود حاجة الا كده ورقة نعناع عشان تدي ريحة حلوة، ومعلقة خل. خلاص، يبقى نبدأ ونسمي، نقول بسم الله. نحط الأول مية البصل، وهنا هو عصير الطماطم. خلاص كده حطيت الاتنين على بعض، وكمان الملح وفلفل اسود يعني ورقتين نعناع. اقلبهم بقى كويس قوي، اجيب المعلقه واقلبهم كويس قوي واوريلكم ازاي هتعمل. يا جماعه انا مش هحط بقى بهارات ولا اي حاجه من دي عشان اخد طعم زي المحلات بالظبط. كله مع بعض كده وانزل الفراخ. انا غسلاها حلوه وزي الفل اهي. ارجعها تاني هنا كده. احط عليها من فوق واركنها كده شويه. انا هعملها على الشبكه اهي. خلاص كده خلصها بقى، وممكن افرد الجلد واحطها عشان تستوي حلوة قوي في الفرن. هي عموما صغيرة مش كبيرة قوي، وبتاعة الشوي لازم تكون 130، ما تزيدش عن 150 للشوي. خلاص كده هعملها بقى كلها وارجع لكم تاني. كده خلاص خلصتها. هقعدها بقى ساعة، ساعتين، 3، يوم بحاله حسب ظروفك. اعملي بقى جنبيها مكرونة اسباجيتي، رز بسمتي، اللي يعجبك. انا هعمل مكرونة اسباجيتي. اسيبها بقى فترة كبيرة كده، بس اغطيها واسيبها، وكل شوية اروح واجي اقلبها بالطريقة دي. ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهاش اي حاجة، بتطلع بالطريقة الحلوة دي. انا كده قعدتهم اكتر من 4 ساعات، يعني من الساعة 1 داخلين على 4، يعني 4 ساعات. بس انا بعمل ايه؟ صاجة كده عندي بستعملها للحاجات اللي هي بتنزل ايدام، بتزروت الدنيا الحقيقة. يعني بحط فيها ورقة وشبكة بتاعت فرن قديم عندي برضو، بستعملها للحاجات اللي كده. بس بعمل ايه بقى؟ بطلع الفراخ اهي بسم الله كده، اهو كده اهي. التانية زيها اهي. بحاول ان انا ايه ما تطلعش بره عشان ما تزروتش الفرن. الطريقة دي كده. بصوا بقى المية يعني مش برميها دلوقتي خالص خالص. قولي لي ليه؟ بمسكها يعني كل شوية احط منها كده في الفرن كده اهو، بالمعلقة مش بالشوكة بقى، انا بوريكم ده كده. خلاص كده، والفرن يكون والع جدا وسخن. دخليها ووريها لكم بعد ما تطلع من الفرن ان شاء الله. وهنا انا بعد نص ساعة بصوا بدأت تحمر خالص. انا هنا ما حطيتش زيت خالص. الزيت لقيته بيحرق الجلد بسرعة، بيكون محروق. فما حطيتش زيت خالص، معلقه زيت ما حطيتش. هو عباره عن صلصه بس، قصدي يعني بشر طماطم او صلصه طبيعيه، الطماطم بتاعتنا وميه البصل ومعلقه الخل والملح والفلفل الاسود. بص ريحتها
نفس المحلات بالظبط، زي ما بتخشي محل كده وتشمي ريحة الفراخ المشوية بالطريقة دي. هفتح الفرن وتشوفوها على الطبيعة كمان واجيبها لكم. اجيبها لكم اقرب لكم بقى الطريقة دي. عبال ما تستوى بقى براحتها، قدامها بتاع نص ساعة كمان، هي ممكن ما تقعدش ساعة يعني في الفرن. تمام، واوريها لكم ان شاء الله. كده الفراخ طلعت من الفرن، بس قبل ما تطلع تاخد نص واحدة عشان طعمها وريحتها جميل جدا. بصراحة ريحتها جميلة جدا جدا زي المحلات بالظبط. بصوا الجمال، بصوا اللون، حلوة قوي قوي قوي، والطعم ما اقولكمش خطير خطير. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.